التربية عملية صعبة قوي، ولو التربية بصفة عامة تحدي كبير ولكنه مثمر جدا طبعا، فتربية طفل ذو احتياجات تعليمية خاصة وصعوبات تعلم أصعب. عشان كده عندنا 5 نصائح مهمين جدا لأي ولي أمر لطفل ذو احتياجات تعليمية خاصة. النصيحة الأولى لأولياء الأمور: الاهتمام بأنفسكم. طبعا هم سامعيني دلوقتي يقولوا لي: ايه ده، انت بتنصحنا فيما يخصنا مش فيما يخص ولادنا؟ اقول لهم لانه الرحله صعبه واحنا عارفين. فلو كل واحد فيكم كأب او ام ما عرفش يقتطع لنفسه على الاقل 2 ساعات من اليوم، ان شاء الله بالتبادل مع بعض، يعمل فيها حاجه هو بيحبها، يفصل، يشد الفيشه، مش هيقدر يواصل مهامه الشاقه تاني يوم. النصيحه التانيه: الاهتمام باللحظة الحالية مع أطفالنا. يعني إيه؟ الطفل دايما بيعيش في البريزنت مومنت، في اللحظة الحالية. حضرتك بتبقى قاعد مع ابنك أو بنتك أو حضرتك ومشغول ب100 حاجة، لأن الحياة ضغطها كتير. موبايلك في إيدك، بتفكر هنعمل إيه بكرة، بتفكر إيه اللي حصل امبارح. طفلك عنده ترمومتر شديد الحساسية لقياس درجة انتباهك ليه، وأكتر حاجة تزعج الطفل إنك ما تبقاش منتبه له. فأنا رسالتي: ادوله الانتباه الكامل في اللحظة اللي انتوا مع ابنكم أو بنتكم فيها. يعني أنا عندي نقضي وقت أقل بانتباه مكتمل أحسن من نقضي وقت طويل بانتباه غير مكتمل أو بتشتت عنهم. أولادنا من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أكثر حساسية لعدم الانتباه. عشان كده بقول دايما النصيحة التانية: الانتباه الكامل. عيشوا مع أولادكم في اللحظة الحالية. النصيحة الثالثة: الاهتمام بالاتساق والروتين. الروتين مهم جدا للأطفال. ليه؟ الأطفال صبرهم قليل، والأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم صبرهم كمان أقل من الطفل الآخر. وجود روتين، وجود جدول الطفل فهمه وعارفه، بيصبره على كل مرحلة في اليوم. ما هو بيبقى عايش في المرحلة دي ومستني المرحلة اللي بعدها، فهو مستحملك واحنا قاعدين بنذاكر لمدة ساعة، عشان عارف انه بعد ساعة هيلعب شوية، وبعد نص ساعة هناكل، وبعد ساعة هيجي البيت تايم وهينام، وهيصحى تاني يوم الصبح يشوف اصحابه ويعيد الروتين بتاع اليوم اللي بعده. ده حتى ايام الاجازات اعملوا روتين للويكند. احنا بنقضي عطلة نهاية الأسبوع إزاي؟ لو بنروح عند أهلنا حاولوا تثبتوا الوقت اللي بيحصل فيه التجمع العائلي، وليكن من الساعة 12 للساعة 3، من الساعة 1 للساعة 4. تقول يا دكتور بس الكلام ده كلام ريجيد قوي، الكلام ده كلام جامد، والحياة تحتاج إلى مرونة. أقول لك: لو علمت أهمية الروتين الثابت للصحة النفسية لابنك أو بنتك، صدقني هتحرص عليه أكتر ما أنا بقول. النصيحة الرابعة: التحكم في البيئة وليس الطفل. أولادنا وبناتنا اللي عندهم تحديات تعليمية أو صعوبات في التعلم، أحيانا بينبع منهم بعض التصرفات اللي ممكن تبقى مستفزة لأقرانهم، وممكن تبقى مستفزة لحضرتك أو لحضرتك كأولياء أمور. فنبدأ إحنا نعيش في حالة إصدار أوامر وتعليمات للطفل طول الوقت، وده غلط جدا. دايما بنقول control the environment not the child، تحكم في البيئة وليس الطفل. يعني ابني رايح يحط صباعه في الفيشة، بدل ما تزعق له وتصغر له، اقفل الفيشة، وهو هيفهم انك قفلت دي لما قربت منها، فانت مش عايزه يروح لها. ابتدى يتخانق مع حد من أقرانه على لعبة، على الألوان اللي بيرسموا بيها، من غير ما تقول له حاجة خالص، هات علبة ألوان تانية وحطها قدامه، اوتوماتيك هيفهم ان دي علبة الألوان بتاعته والتانية بتاعت زميله أو زميلته. تحكم في البيئة وليس الطفل. دي النصيحة الرابعة. النصيحة الخامسة والأخيرة: التحفيز المستمر. حضرتك وحضرتك مش بس دايرة أمانهم الأولى، انتوا المصدر الرئيسي لتكوين صورتهم الذاتية عن نفسهم. احتفل مع طفلك بإنجازاته الصغيرة، سقف له كتير، قول له برافو،
قول له برافو على مايلستون قد كده حققه. عايزه يكتب كلمة قول له برافو على أول حرف، هيتخلق عنده الحافز إنه يكتب الحرف اللي بعده. سقف تسقيفة أعلى لما الكلمة تخلص، وتسقيفة أكبر وانده مامته لو انت باباه، أو اندهي باباه لو انت مامته، لأن التربية على فكرة مسؤوليتنا احنا الاتنين مش الأم بس. اندهوا بعض واحتفلوا بأنه كتب أول جملة يكتبها كاملة، وبعدين نحتفل بأول امتحان ننجح فيه، ونحتفل بأول كلمة كويسة المدرس هيقولها عنه. celebrate their micro achievements، احتفلوا بإنجازاتهم الصغيرة، لأنه ده الحافز الوحيد عندهم لأنهم يعملوا إنجازات أكبر في المستقبل. 5 نصايح دول لو حافظنا عليهم هنلاقي الصحة النفسية لولادنا أحسن بكتير، وأدائهم التعليمي بيتطور يوم عن يوم، وهنلاقي صحتنا النفسية إحنا كمان كآباء وأمهات أحسن بفرق ملحوظ.